تخيل كده إنك في نص المحيط راكب سفينة والمية حواليك والسما صافية والدنيا هادية، وفجأة السفينة تختفي والطيارات حواليك تختفي، لا صوت ولا أثر، كأن البحر بلعهم في لحظة. وده مش فيلم رعب، ده مثلث برمودا، المنطقة اللي حرفيا حيرت العالم كله سنين وخلت ناس كتير تصدق إن في بوابات زمن، وناس تانية تقول لأ، دي ظواهر طبيعية مش مفهومة. النهاردة يا صاحبي هننزل سوا في عمق المجهول ونحاول نعرف ايه حكاية مثلث برمودا وليه كل اللي بيدخله ما بيرجعش تاني. اولا، فين مثلث برمودا؟ مثلث برمودا مش مكان خيالي، هو منطقة حقيقية في شمال المحيط الأطلسي بين ولاية فلوريدا الأمريكية وجزيرة برمودا وبورتوريكو. يعني لو وصلت الثلاث مناطق ببعض هيديك شكل مثلث. المنطقة دي بتغطي مساحة كبيرة بتوصل تقريبا ل1.5 مليون ميل مربع، وبتعتبر من أكتر الممرات البحرية والجوية ازدحاما في العالم. لكن الغريب إن المنطقة دي مش معترف بيها رسميا إنها خطر في أي خريطة بحرية أو جغرافية. يعني مفيش جهة رسمية بتقول هنا في خطر اسمه مثلث برمودا، لا مفيش الكلام ده. نروح للبداية. أول مرة العالم يسمع عن مثلث برمودا أو برمودا تريانجل اتقال سنة 1964 على إيد كاتب أمريكي اسمه فينسنت غاديس. كتب مقال في مجلة بيتكلم فيها عن منطقة بتختفي فيها الطيارات والسفن من غير أي أثر، ومن هنا بدأت الأسطورة تنتشر. لكن الحقيقة إن الاختفاءات بدأت من بدري جدا، قبل ما الاسم نفسه يتقال بسنين طويلة. نرجع للبداية. أول حادث غامض في القرن ال19، حادثة السفينة إيلين أوستن سنة 1881. السفينة دي كانت ماشية في طريقها من لندن لنيويورك، وفي نص المحيط الكابتن شاف سفينة تانية مهجورة من غير ولا فرد من الطقم بتاعها. قرر ياخد فريق من رجالته ويدخلوا السفينة دي عشان يسوقوها سوا. بعد كام ساعة السفينة المهجورة اختفت، والرجالة والكابتن اللي راحوا فيها اختفوا معاها. ولما لقوها بعد أيام كانت فاضية تماما، ولا في جثث ولا في علامات حرب ولا أي حاجة. الناس افتكروا إنها لعنة البحر أو بداية حاجة غريبة في المكان ده. بس الأغرب إن مفيش سجل رسمي يوثق الحادثة بدقة، يعني ممكن تكون حقيقة أو جزء من أسطورة كبرت مع الوقت. نروح لسنة 1918. سفينة ضخمة تابعة للبحرية الأمريكية اسمها USS سايكلوبس كانت شايلة أكتر من 300 شخص ومليانة خام منجنيز، ورايحة من البرازيل لبالتيمور في أمريكا. آخر إشارة وصلت منهم كانت قرب جزر البهامس، وبعدها ولا أي حاجة، اختفت بالكامل من غير أي نداء استغاثة ولا أثر ولا حطام ولا حتى إشارة في الراديو. السفينة دي تعتبر أكبر خسارة في تاريخ البحرية الأمريكية من غير قتال. والغريب إن بعدها بسنين سفينتين أختها في التصميم اسمهم بروتوز ونيوروز اختفوا بنفس الطريقة تقريبا في نفس المنطقة. 3 سفن نفس الشكل نفس البحر ونفس النهاية. رحلة 19 سنة 1945 دي الحادثة اللي خلت مثلث برمودا يبقى ترند عالمي في وقته. 5 طيارات حربية أمريكية من نوع أفنجر طلعوا في تدريب روتيني فوق المحيط. بعد حوالي ساعة من الإقلاع قائد الرحلة بدأ يبلغ إن البوصلة بتتلخبط وإنهم مش شايفين الأرض وكل حاجة حواليهم بيضة ومضببة. بعدها الإشارة اتقطعت واختفوا تماما، وبعدها طيارة إنقاذ راحت تدور عليهم اختفت هي كمان من غير أي أثر. يعني 6 طيارات كاملة اتبخروا. التحقيقات الرسمية قالت إن السبب غير معروف، وده زود النار بنزين، والناس بدأت تربط أي حادث بعدها بمثلث برمودا. يا ترى دي الحوادث بس اللي حصلت؟ لا طبعا، في حوادث تانية. طيارة DC-3 سنة 1948 كانت رايحة من سان إخوان في بورتوريكو لميامي.
كان عليها 29 راكب. قبل ما توصل ب20 دقيقة الكابتن بعت رسالة بيقول فيها إن كل حاجة تمام، وبعدها ولا صوت ولا أي حاجة. مفيش نداء استغاثة، مفيش أثر ولا حتى قطعة من الطيارة ظهرت في البحر. سنة 1949 طيارة تودور ستار تايجر كانت جاية من إنجلترا رايحة برمودا، وكان فيها طيار خبير جدا اسمه بوب تانك. قبل الهبوط بوقت بسيط حصل تلاعب في البوصلة واختفت الطيارة في لحظات. اتعملت عمليات بحث ضخمة استمرت لأيام، ولا حتى نقطة زيت طلعت على المية. سنة 1963 السفينة مارين سولفور كوين كانت سفينة ضخمة شايلة مواد كيميائية، وطلعت من تكساس في اتجاه فرجينيا. بعد كام يوم اختفت فجأة. كل اللي لقوه كان شوية حطام عايم على بعد آلاف الكيلومترات من مسارها. التحقيقات البحرية قالت إن السفينة ممكن تكون انفجرت بسبب حرارة المواد اللي فيها، بس محدش قدر يثبت الكلام ده، وبكده الأسطورة كبرت أكتر وأكتر. طيب هل في تفسير علمي لكل ده؟ بص يا صاحبي، العلماء اتكلموا كتير عن الظاهرة دي وطلعوا كذا نظرية، بعضها منطقي جدا وبعضها فعلا غريب. أول نظرية قالوها العواصف المدارية والمناخ القاتل. المنطقة دي معروفة إن فيها أعنف العواصف الاستوائية في العالم، طيارات ورياح قوية، موجات بتصل ل30 متر، يعني السفن الصغيرة ممكن تتبلع حرفيا في ثانية. وده يفسر حوادث زي مارين سولفور كوين وسيكلوبس. تاني نظرية طيار الخليج، ده طيار محيطي سريع جدا بيمر من هناك، بيقدر يغير مسار السفن والطيارات في لحظات. يعني لو طيارة وقعت أو سفينة غرقت، الطيار ده ممكن يبعد الحطام آلاف الكيلومترات فمحدش يلاقي أي أثر. تالت نظرية الموجات القاتلة. النوع ده من الموجات تم اكتشافه فعلا في السنين الأخيرة. موجة واحدة عملاقة ممكن تقسم سفينة نصين، وموجات زي دي ممكن تظهر فجأة في مثلث برمودا، لأن الرياح والطيارات هناك بتتصادم بشكل عنيف جدا. رابعا غاز الميثان من قاع البحر. في علماء قالوا إن في جيوب غاز ميثان هناك تحت المية، لو انفجرت فجأة بتقلل كثافة المية فالسفينة تغرق كأنها وقعت في حفرة. بس الدراسات لحد دلوقتي ما أثبتتش إن في ميثان نشط في المنطقة دي بالذات. خامس نظرية التغيرات المغناطيسية. زمان كانوا بيقولوا إن بوصلة السفن بتتلخبط لأن هناك نقطة بتتلاقى فيها خطوط الشمال الجغرافي والمغناطيسي، بس في دراسة حديثة أكدت إن ده مش كفاية عشان يخلي الطيارات تختفي كده فجأة. يعني البوصلة ممكن تلخبط الاتجاه بس مش هتخلي الناس تتبخر. سادسا الخطأ البشري، وده أكتر تفسير منطقي. كتير من الطيارين والبحارة كانوا بيمروا فوق المنطقة دي من غير مشاكل، بس لو حصل خطأ بسيط في الملاحة أو الحساب ممكن يضيعوا وسط المحيط ومحدش يلاقيهم تاني. وخد بالك معظم الحوادث دي حصلت قبل وجود أجهزة GPS والمراقبة الحديثة. طيب واللي بيقولوا إن في كائنات فضائية أو بوابات زمن، النظريات دي اتقالت ومش قليلة. في ناس فعلا مقتنعة إن المنطقة دي فيها بوابات لعالم تاني أو ثقب زمني بيبلع السفن والطيارات، وفي ناس قالت إنها مرتبطة بمدينة أطلانتس الغارقة وإن التكنولوجيا القديمة بتأثر على الأجهزة، بس ولا حاجة من ده ثبت علميا، كلها تكهنات وخرافات. في برضه حاجة اسمها الضباب الإلكتروني، قالها طيار اسمه بروس جيرنون، بيقول إنه شاف ضباب غريب حوالين طيارته وأجهزته بدأت تتجنن، وفجأة لقى نفسه فوق ميامي في نص الوقت العادي. بس الكلام ده محدش قدر يثبته أو يكرره. العلم بيقول إيه دلوقتي؟ المنظمات العلمية زي نواه والبحرية الأمريكية أكدوا إن عدد الحوادث في مثلث برمودا مش أكتر من أي منطقة تانية فيها نفس حجم المرور البحري والجوي. يعني باختصار الناس ضخمت الموضوع عشان الغموض بيبيع، بس ده ما يمنعش إن فعلا حصلت اختفاءات حقيقية لحد النهاردة مش معروف سببها. بعضها ممكن يكون لأسباب طبيعية
وبعضها ممكن يكون بسبب إهمال أو سوء حظ. أحدث النظريات في السنين الأخيرة: في 2020 و 2021 طلع فريق من جامعة ساوث هامبتون في بريطانيا عملوا نموذج لمحاكاة الموجات العملاقة في المنطقة، وقدروا يثبتوا إن الموجات دي لو اجتمعت في لحظة واحدة فعلا ممكن تبلع سفينة زي USS سايكلوبس في ثواني. وفي دراسة تانية سنة 2023 استخدمت روبوتات غاطسة عشان تتابع طيارات تحت المية هناك، ولقوا إن قاع البحر نفسه متحرك ومتغير. وده ممكن يفسر ليه بعض السفن بتختفي وما بيلاقوش ليها أثر أبدا. يعني باختصار، الظاهرة مش خارقة للطبيعة بس غامضة لأنها معقدة جدا. تحقيقات أعمق عن مثلث برمودا، الجانب اللي الناس ما تعرفوش. رغم إن العلماء والباحثين اتكلموا كتير عن التفسيرات العامة، لكن في تفاصيل محدش بيلاحظها بتخلي الموضوع فعلا يستحق الغموض اللي حواليه. أول حاجة، المنطقة دي مش مجرد مكان مفتوح في البحر، دي منطقة بيحصل فيها تداخل معقد جدا بين التيارات البحرية والرياح المدارية والمجالات المغناطيسية. يعني تخيل إنك في منطقة بتتحرك فيها المية والهواء والمجال المغناطيسي في اتجاهات مختلفة في نفس اللحظة. اللي بيمشي في الجو أو البحر هناك بيكون كأنه داخل متاهة غير مستقرة. العلماء اللي درسوا المنطقة لاحظوا إن درجات الحرارة بين السطح وعمق البحر بتتغير فجأة، وده بيخلق طبقات مائية غير متماسكة، كأن المية فوق بتتحرك في اتجاه والمية تحت في اتجاه تاني، اللي بيخلي السفن الكبيرة تتعرض لخلل في التوازن لو حصل ضغط أو موجات قوية. وفي تقرير طلع من جامعة فلوريدا سنة 2019 قالوا إن حتى حركة الهواء فوق سطح البحر هناك مختلفة عن باقي المناطق. يعني لو طيارة ماشية بسرعة عالية ممكن الرياح المفاجئة تعمل اضطراب في ضغط الهواء حواليها، وده يخلي الطيارة تسقط بسرعة مفاجئة من غير ما الطيار يلحق يبعت حتى إشارة استغاثة. وده ممكن يفسر ليه معظم البلاغات اللي جت من طيارات اختفت كانت بتقول آخر جملة إن كل حاجة تمام، وبعدها الإشارة تقطع فجأة. تحليل علمي لحوادث محددة: لما الباحثين رجعوا لدراسة حادثة رحلة 19 الشهيرة سنة 1945 اكتشفوا إن البوصلة فعلا ممكن تلخبط في المنطقة، لكن السبب مش سحر. السبب إن المجال المغناطيسي في المنطقة بيتغير على حسب العواصف والضغط الجوي. يعني لو في منخفض قوي أو رياح استوائية الشمال المغناطيسي نفسه بيتحرك مؤقتا، وده بيخلي الطيار يفتكر إنه ماشي صح لكنه في الحقيقة داخل جوه المحيط أكتر. أما بالنسبة لسفينة USS سايكلوبس اللي اختفت سنة 1918 ففي دراسة أمريكية حديثة سنة 2022 عملوها باستخدام تحليل بيانات قاع البحر والرادارات القديمة، ولقوا احتمال كبير إن السفينة عدت فوق منطقة فيها انهيار في قاع المحيط. المناطق دي بيبقى فيها شقوق جيولوجية، ولو السفينة كانت شايلة وزن ضخم زي المنجنيز وقتها ممكن القاع ينهار تحتها فجأة وتغرق في ثواني، خصوصا إن البحر هناك عمقه بيوصل لأكتر من 7000 متر في بعض النقاط، وده عمق كفيل إن يبلع سفينة كاملة من غير ما يسيب أثر. ننتقل لظواهر جوية محدش كان فاهمها زمان. في خمسينات القرن العشرين ما كانش لسه فيه أقمار صناعية بتراقب الطقس بدقة. يعني لو حصلت عاصفة أو موجة مدارية في مثلث برمودا محدش كان بيعرف إلا بعد الكارثة. بس مع تطور الرصد الحديث العلماء اكتشفوا حاجة خطيرة، إن المنطقة دي بتشهد نوع خاص من السحب اسمه هيكساجونال كولودز، وده سحب بتتكون على شكل خلايا سداسية ضخمة، جواها بيتكون ضغط هواء رهيب بيولد رياح تفوق سرعة 250 كيلو متر في الساعة. الرياح دي ممكن فعلا تخلق فجوات في سطح البحر
أو تقلب طيارة في الجو، وده يفسر اختفاء بعض السفن والطائرات فجأة من غير أي إنذار. كمان في ظاهرة تانية العلماء بيراقبوها من أكتر من 30 سنة، اسمها انبعاثات غاز الميثان من قاع البحر. الميثان لما يخرج فجأة من القاع بيقلل كثافة المية، فالسفينة اللي فوق بتفقد طفوها فجأة وتغرق بسرعة. الظاهرة دي حصلت فعلا في بحر الشمال واتصورت بالكاميرات، بس محدش قدر يثبت إنها بتحصل فعلا في برمودا، لأن أعماق المنطقة هناك صعبة جدا للوصول إليها. ومع كده بعض الغواصات الآلية رصدت فقاعات غازية ضخمة في بعض الأوقات، وده خلى النظرية دي تفضل واحدة من الأقرب للتفسير الواقعي. من بعد سنة 2000 السفن والطائرات اللي بتمر من هناك بقت تستخدم أنظمة تحديد دقيقة جدا زي الGPS والرادارات ثلاثية الأبعاد. المفاجأة إن معدل الحوادث قل بنسبة أكتر من 95%، وده دليل واضح إن معظم الكوارث القديمة كان سببها أخطاء بشرية أو أدوات ضعيفة، مش لعنة ولا لغز خارق للطبيعة. لكن رغم كده الغموض لسه باقي، لأن حتى مع كل التكنولوجيا دي في حالات نادرة بتحصل ومحدش يعرف تفسيرها، زي اختفاء قارب صغير سنة 2015 ولحد النهاردة لا في إشارة ولا حطام. وده اللي بيخلي الناس تقول مفيش دخان من غير نار، ومفيش مثلث برمودا من غير سر فعلا. الخلاصة قبل النهاية، اللي بيخلي مثلث برمودا مختلف مش إن فيه كائنات أو أسرار خارقة، لكن إن كل تفصيلة فيه من المناخ للطيارات للمجال المغناطيسي بتتجمع في مكان واحد، وده بيخلق ظروف مثالية للفوضى. يعني كأن الطبيعة نفسها هناك قررت تلعب بقوانينها. وطبعا كلنا عارفين إن عالم البحار والمحيطات لسه في بدايته. العلماء بيقولوا إننا اكتشفنا أقل من 5% من أعماق المحيط، يعني في 95% تانية مليانة أسرار محدش عرفها ولا لمسها. يمكن في المستقبل نعرف تفسير أدق لكل اللي حصل. يمكن التكنولوجيا توصل لمرحلة نقدر نشوف فيها أعماق البحر زي ما بنشوف الجو، بس لحد الوقت ده هيفضل مثلث برمودا علامة استفهام كبيرة في خريطة الأرض. الناس ممكن تختلف، في اللي بيشوفه مجرد منطقة طبيعية خطيرة، وفي اللي شايفه رمز لغموض الطبيعة اللي عمرنا ما هنفهمه بالكامل. لكن في النهاية اللي أكيد إن البحر عمره ما كان آمن، وإن دايما هيخبي أسرار أعمق من كل اللي نقدر نتخيله. يمكن نكتشف الحقيقة في يوم، ويمكن تفضل مجرد لغز، بس كل ما نسمع عن سفينة اختفت أو طيارة خرجت عن مسارها هتفضل أول حاجة تيجي في بالنا هي مثلث برمودا. بس كده، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، وياريت تعمل إعجاب للفيديو واشتراك عشان يوصلك الفيديوهات الجاية. سلام.